شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذا التقديم وعلى هذا الحضور. حقيقة أتيليه القاهرة هو مثل بيت الجدة، دائما مساحاته كثيرة الاحتضان وإن ضاقت الجدران قليلا أو اتسعت، فلذلك كلما دلفنا إلى أتيليه القاهرة دعمنا الحنين، هذا الحنين الذي دائما ما يلف كل المثقفين وكل سكان ورواد وسط المدينة على السواء. أقول بداية شكرا جزيلا دكتور أحمد لكل ما تفضلت به من تقديم أتمنى أن نستحق بعضه، وأنا أشكر أيضا شكرا جزيلا للفنان الكبير محمد بطرش على هذا التأصيل الفكري والثقافي الذي جرى اليوم. أنا حقيقة ربما لولا الظروف التي نمر بها لكنت أول حضور هذا المعرض لمشاهدة هذا الإبداع اللوني والفكري في الأعمال الفنية القيمة للأستاذ محمد، ولكن أيضا هو أمعن في استقطابنا عندما زاوج ما بين المفهوم الثقافي والفني والفكري وبين الالتزام الفكري والفني أيضا، عندما خصص نسبة من مبيعات هذا المعرض إلى شهدائنا وذويهم في فلسطين. فالحقيقة ربما ليست الفكرة في هذا التبرع وإنما في هذا التأصيل والالتزام من مثقف حر تجاه قضية الإنسانية تستحق وقوف كل الأحرار، خاصة في هذه المحنة التي نمر بها. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقة أنه أنا أيضا محظوظ كثيرا في هذه المنصة القيمة التي الحقيقة أستاذ نوال أنا أقرأ لها من قبل أن ألتقيها، وكان من حسن حظي أنه في حديث عن مناخات التوحيد أنني كنت والأستاذة فاطمة نعود في الأقصر سويا وبحثنا في هذا، فبعض ما جاء في هذه الأبحاث وجدناه سويا في وقت سابق في الأقصر. دكتور حسين كذلك قام أثرية مهمة، فأنا بشكر مجاورتي لهذه المنصة القيمة حقيقة. ثانيا وهو الأهم، الدكتور أحمد الجنايني كما دوما هو شديد الحساسية لألفاظه كما هو شديد الحساسية لألوانه. الفكرة ليست في مشغوليات ستحول دون استكمال هذه الندوة التي حقيقة أهتم كثيرا بالاستماع لكل القامة من قاماتها، وإنما لأن الذي يحدث في فلسطين لحظة بلحظة يجعل أن نصف البالي هنا وثلثي البالي هناك. نحصي شهداءنا لحظة بلحظة ليس مجازا وإنما حقيقة. اليوم صباحا على سبيل المثال كان هناك دكتور اسمه أدم حسونة يدرس في أخذ الدكتوراه من هنا من مصر من معهد البحوث، وكان آخر مخاطبة بيني وبينه منذ 3 أيام وهو يقول لي بالرغم من أني حصلت على درجة الدكتوراه لن أشعر بالاكتمال إلا عندما أدرس السينما في مصر، وكنت قد وعدته بأنه سيدرس السينما في مصر. اليوم صباحا كنت أعيش شهيدا. هذا حالة من عشرات الحالات التي فقدناها بمعرفة شخصية ومحبة شخصية لأناس أو ذويهم أو فلذات أكبادهم. ولأن أيضا المصطلحات الإعلامية أستاذ نوال ربما تظلمنا كثيرا، هذه ليست حربا، هذا تطهير عرقي وإبادة جماعية كما درست في مناهج العلوم السياسية. ففكرة الموازاة فيما يحدث هي ليست صحيحة على الإطلاق، وفكرة تجذير الكراهية ليست صحيحة على الإطلاق. هناك مستعمر ومستعمر، هناك طاغية يبيد شعب، الأمور شديدة الوضوح. وحتى مفهوم هذا المعرض القائم على التوحيد وعلى الإنسانية هو الذي يذهب بنا. هل من الممكن أن يكون هناك ديانة تدعو إلى كل هذا القتل وإلى كل هذا الذبح وإلى كل هذه الإبادة وإلى كل هذه القناعات بأنهم وحدهم هم الناس على هذه الأرض؟ هل أطفال فلسطين لا يشبهون آخرين؟ حقيقة هذا السؤال الدائم الذي أصبحنا بصدده. وأيضا هناك انكشاف لمفهومين. الأول، كم هو هش هذا الشعار البراق؟ الشعارات كلها غباء تحت أقدام أي طفل يستشهد على أرض فلسطين.
كل شعارات الرنانة لا تسوى شيئا أمام فقدان طفل أو ذويه. لذلك الهم الأول والثاني والعاشر هو إيقاف هذه الحرب، هو وقف آلة القتل الإسرائيلية، هو إنقاذ ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني. الرسالة الثانية أنني أرفض أن يخرج الفلسطيني من أرضه. لست أنا ناجي الذي يرفض، رفض الفلسطيني أن يخرج من رفض كل فلسطيني أن يخرج من أرضه، ولكن هذا أيضا يحملنا مسؤولية أنه عليه أن يحيا على أرضه لا أن يموت عليها، وهذا هو فوضى الشعار. اقتران الحدثين ببعضهما ضرورة قصوى. ألا يخرج من أرضه هذا قرار فلسطيني منتهي كما هو قرار مصري منتهي، وفي ذات الوقت وقف هذا الذي يحدث لابد أن يكون بكل سهولة. المفهوم الثاني الذي انكشف تماما هو هذه الكذبة، ونحن أيضا أخي محمد في كنف هذا العمل الإنساني الواسع، أن زمان كنا نقول أنه في مفهوم غربي شديد الإنسانية. الحقيقة هناك انكشاف تام لكل هذه المفاهيم. حقوق الإنسان بدأ أنه مصطلح يحدد إنسان بعينه، ليس أي إنسان. نعم هنا هذا حقوق الإنسان الأبيض، حقوق الإنسان المستعمر الذي في أول مفترق طرق تحالف مع المستعمر الآخر وليس مع الإنسان الآخر. المفهوم الإنساني فيما يحدث هو أدى أيضا إلى انكشاف أوروبي والانكشاف أمريكي، أي أن حتى المواطن الحر الذي وصلت إليه الحقيقة، وهنا لابد من توجيه تحية من كل حامل كاميرا استطاع في فلسطين وفي مصر وفي كل قطر أن يوصل حقيقة ما يجري بعيدا عن الكذب والتهويل. احنا قيل في أول العام أن الفلسطينيين قطعوا رأس 40 طفل. من روج هذه الكذبة رئيس أمريكا شخصيا، يعني جو بايدن، لا أتحدث عن مراسل، جو بايدن ونتنياهو خرجوا وقالوا انه الفلسطينيين قطعوا راس 40 طفل. الاعتذار كان بتويته من مراسل البيبسي فقط. هذا الفعل وهذا رد الفعل، ما بين الفعل ورد الفعل 311 طفل فلسطيني استشهدوا كرد فعل عن هذه الأكذوبة. وبالتالي حالة الانكشاف التام الذي تمر به المنطقة والذي تمر به الإنسانية تجعل مفهوم العدالة، فطرتنا كلنا على العدالة، على رفض القتل، على رفض الموت، تجعلها كلها حقيقة هي على مذبح حقيقة. الآن نحن كل مفهوم العدالة هو على مذبح إنساني، وهو مجسة الاختبار أيضا. هل من الممكن أن يكتمل هذا العالم؟ هل ستمر دون ما حساب، دون ما نجاح ما؟ لا أود أن أكون يعني مغرق في الإحباط. بقعة الضوء التي حدثت أن آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية نجحت في إماطة اللثام عن الأكذوبة الإسرائيلية القائمة على الديمقراطية، الوجه القبيح بالضبط. فعلوا ما عجز عنهم 20 عاما من المطبعين. الحقيقة تم تكشيف هذا الوجه الحقيقي للمزيف الإسرائيلي. اليوم في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، أنا ساكن في مدينة نصر في مصر، بمشي كل يوم ساعة حول الطفل. أرى اليوم الأطفال اللي عمرهم 4 و5 سنين يصرفوا على أهاليهم وعاوزين يرسموا علم فلسطين على وجوههم. طفل 4 و5 سنين عنده فطرة العدالة اللي احنا قلنا بها، وليس التطبيق المباشر. عندما يتم في حديقة الطفل، يتم في كاراكاس، ويتم في أوتاوا، ويتم في كل عاصمة فيها عدد كبير من الأحرار. أخيرا لا أريد أن أطيل، ولكن دور الفن ودور المثقف له ضرورة قصوى الآن. إذا كانت الثقافة هي فعل تسلية فحسب فبئس تلك الثقافة. إن لم تكن الثقافة فعل توعية بئس تلك الثقافة. إن لم نكن كمثقفين كما قال إدوارد سعيد على محك عضويا في كل الأزمات التي تلوم بنا فبئس تلك الثقافة. أنا أشكر أخي محمد، أشكر الدكتور أحمد
العزيزه جدا فاطمه، شكرا جزيلا. استاذه نوال تشرفت بك. دكتور حسين، سنلتقي بالقاهره ان شاء الله. اعذروني ان لم استطع ان اكمل، ولكن اعي جيدا ان كل واحد من الحضور ومن المنصه به فلسطين قدر السبع. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ناجي.